تعرض شاب أمس الأربعاء لاعتداء جسدي جماعي من قبل عدد من ساكنة منطقة أناسي بمدينة الدار البيضاء بعد كسره لزجاج عدد من السيارات، قبل أن يفاجأ بأصحابها ينهالون عليه بالضرب المبرح بالعصي. وأوضحت مصادر إعلامية أن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك بعدما عاد من دولة قطر التي كان يقيم بها، وقرر والده أن يشتري له شقة بمنطقة أناسي، وكان بين الفينة والأخرى يمر بنوبة عصبية حادة. وأضافت المصادر أن الشاب كان في حالة نوبة عصبية وهشم عدد من السيارات ليجد نفسه محاصرا بعدد من الأشخاص الذين انهالوا عليه بالضرب المبرح إلى أن فقد الوعي، وتم تصفيد يديه في انتظار وصول سيارة الإسعاف. وفارق الشاب الحياة بعد وصوله للمستشفى بعد تطبيق شرع اليد عليه، وبعدما عمد مواطنون لأخذ حقه بيده بدل انتظار تدخل المصالح الأمنية، وتدخل القانون ليتورط في جريمة قتل. وحسب شهادات جيران الشاب فإنه شاب خلوق وينحدر من عائلة ميسورة، وأنه مريض نفسي، وأنه يصاب بالنوبة على فترات متباعدة، مستنكرين ما حدث له ومصرعه بهذه الطريقة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.